جوزي مسافر وابني تسبب لي في أزمة مع أهله. أيوة، زي ما بقولكوا كده. أنا ساكنة فوق أهل جوزي وكتير بننزل نقعد معاهم. عندي ولدين أعمارهم 4 و5 سنين، ومش هكدب عليكم صوتهم عالي وحركتهم كتير. بس والله مش بإيدي، أنا بربي فيهم وبحاول بكل طاقتي، بس لسه صغيرين ومش دايما بيسمعوا الكلام. اللي حصل النهاردة خلاني مش عارفة أنام. كنت قاعدة تحت عند حماتي وإخوات جوزي، وفجأة ابني الصغير طلع يجري من عند عمه، بيجري حوالين السفرة، المية وقعت كلها، والكارتة إنه داس برجله على طبق الفطير اللي لسه متقدم. أنا قمت بسرعة، بس اللي حصل كان أسرع مني. أخت جوزي اللي في الجامعة مسكته من رقبته ورفعته لفوق. أنا هنا حسيت إن ابني بيتخانق حرفياً. أنا سحبته منها بسرعة، بس وهو بيتشد الجزمة بتاعته خبطت في بقها وطلع دم من سنها. ومن هنا قامت القومة، حماتي بتزعق، البنات بيتخانقوا معايا، وأنا واقفة مش مصدقة، والله ما كنت أقصد، والله ابني صغير. وهي بتعيط وبتقول إنها اتعورت ومش مسامحة. نسيت ابني وفضلت أشرح وأبرر، بس مفيش فايدة. خدت ولادي وطلعت فوق، وجوزي مسافر وتليفونه مقفول، وأنا حرفياً مرعوبة، خايفة من اللي جاي، خايفة يكون ده الهدوء اللي قبل العاصفة. قولولي بالله عليكم، أنا غلطانة؟ ولا كنتوا هتتصرفوا إزاي لو كنتوا مكاني؟